تفتتح أولى لقطات المسلسل بظهور البطل مستقلاً شاحنة صغيرة تحمل على متنها ثلاجة وفأساً، وهو يشق طريقه وسط صمت الصحراء الموحشة. يردف البطل قائلاً: إن الإنسان لا يولد شريراً بطبعه، لكنه قد يتحول فجأة إلى وحش قاتل. تبدأ المرة الأولى غضباً أو خطأ، ثم ما تلبث أن تتحول إلى عادة، لتبدأ أحداث الحلقة الأولى تحت عنوان الابن الضال، والقضية 73 لسنة 2025. بتبدأ الحلقة في الأضواء الساطعة والموسيقى الصاخبة التي تملأ الأرجاء، والنفوس التي تظن أنها فوق مستوى الحساب. في تلك الأجواء كان نادر ورانيا يغرقان في عالم من المتعة الزائفة، معليين في العلالي كما يقال، وكأن العالم لا يحكمه قانون سوى أهوائهما. في لحظة من الغياب التام عن العقل وبجرأة ممزوجة بالاستهتار، تبع نادر رانيا إلى داخل حمام السيدات. ذعر تانيا وتلفتت حولها بهلع وهي تقول بصوت مخنوق: نادر، ماذا تفعل هنا؟ هذا حمام السيدات. رد عليها نادر ببرود جليدي، وابتسامة غائبة ارتسمت على شفتيه: وما المشكلة؟ سنشم شمتين، لا تقلقي، أنا واثق تماما مما أفعله. رانيا التي كانت تحاول التماسك قالت له بمرارة: أنت حقا لا يهمك أحد ولا تضع اعتبارا لشيء. لكن نادر لم يكن في حالة تسمح له بسماع صوت العقل، فبدأت الأمور توسع منه شويتين، وتطور استهتاره إلى تمادي مخيف 3 شويات. ورغم أن رانيا كانت تقاومه بصدق وتدفعه بعيدا وهي تصرخ: عيب يا نادر، ما ينفعش، إلا أن الوحش الذي بداخله لم يتوقف. انتهى الموقف بكارثة. فقدت رانيا وعيها تماما تحت وطأة الصدمة والإعياء، فلم يجد نادر مفرا من محاولة نقلها للمستشفى ليهرب من فعلته، لكن القدر كان له بالمرصاد. فبمجرد وصوله لساحة المستشفى تنبه الناس والأمن لحالته وحالة الفتاة، وبدلا من الهرب وجد نفسه محاصرا من خلق الله. انقضوا عليه، كبلوه وأذاقوه علقة تمام جعلت وجهه خريطة من الكدمات، قبل أن يسلموه ليد العدالة مكبلا بالعار والقيود. بينما كان نادر يواجه مصيره في القسم، ننتقل إلى مشهد مغاير تماما داخل أحد أفخم مكاتب المحاماة في البلاد، مكتب سليمان شوكت. سليمان الثعلب العجوز الذي لا يقبل بالهزيمة كان يثور كبركان في مكتبه ويصيح في مساعديه: أريد خالدا حالا، اقلبوا الدنيا، انزلوا الأرض واصعدوا السماء وأحضروا لي خالد الفرنساوي. أين كان خالد؟ لم يكن في المكتب، بل كان في مكانه المفضل الذي يجد فيه الهدوء والسكينة بين الجثث، المشرحة. كان خالد الملقب بالفرنساوي لدهائه وأناقته يمارس هوايته في المراهنة مع صديقه الطبيب الشرعي قدري. وقف خالد أمام جثة جديدة، وبمجرد نظرة فاحصة قال لقدري: أراهنك أنها قتلت بآلة ثلمة، ربما سكين مطبخ قديم، والقاتل بالتأكيد زوجته. عاد للبيت، لم يجد الطعام، أطال لسانه فمدت يدها وأنهت الأمر. وبالفعل كسب خالد الرهان، وبينما كان يهم بأخذ جثة أخرى ليتحدى بها علم قدري، اقتحم سليمان شوكة المكان ممتعضا. صاح سليمان وهو يغطي أنفه بمنديل حريري: يا قدري، رائحة الفورمالين هذه تقتلني، وأنت يا خالد كفاك عبثا. مصر فيها 100,000 محامي، لكنهم جميعهم في كفة، وأنت وحدك في كفة أخرى. أنا المحامي التي لم تنجب مصر غيره، وأنت من بعدي وبس. تركتك تحصل على الدكتوراه وتتسكع هنا، لكن المكتب يحتاجك الآن. خالد الذي يعرف أن موهبته لها ثمن رد ببرود: ليس بالحب يا سيادة المستشار، الأتعاب هي المحرك. عرض عليه سليمان نسبة مجزية وسيارة موديل السنة، فوافق خالد بابتسامة خبيثة. وقبل أن يغادر فاجأ قدري مرة أخرى حين تنبأ بأن الجثة القادمة ماتت مخنوقة بمجرد نظرة عابرة، ليثبت للجميع أنه ليس مجرد محام، بل شيطان في هيئة إنسان. تسلم خالد ملف قضية نادر ورانيا، وبدأ فورا في حياكة خيوط البراءة. توجه إلى دكتور بهاء الدين بدوي، وهو طبيب قلب كان خالد قد أنقذه سابقا من قضية سرقة 25 دعامة قلب. عند وصوله رأى خالد مريضا على الباب، وبخبثه المعهود قال له: يا سيدي، أنت بخير، هذا الطبيب نصاب، اترك السكر والقهوة وستصبح بطلا. استشاط الدكتور بهاء غضبا، لكن خالدا أسكته بتذكيره بماضيه الأسود.
أمر خالد الدكتور بهاء بتزوير تقرير طبيعي شامل لنادر يثبت فيه أنه مريض قلب قديم، وأن حالته الصحية كانت السبب في سقوطه وإغمائه، بل وأجبره على صرف دواء لا يناسب عمر نادر ليتناوله الأخير، فتظهر عليه أعراض الإعياء الحقيقي أمام لجان الكشف. وتحت التهديد أخذ خالد علبة الدواء مجانا وتوجه إلى قسم الشرطة. داخل محبس نادر كان الأخير يشكو من الضرب والتبليخ عليه. نظر إليه خالد وقال: لماذا فعلت هذا يا نادر؟ ادعى نادر المظلومية، فضحك خالد ساخرا: هذا الكلام للناس، أما لي فستسمع ما أقوله حرفيا. ستقول إنكما كنتما سهرانين، رانيا أغمي عليها وأنت بشهامتك حاولت إنقاذها، وضعتها أمام المستشفى ونزلت لتأتي بمحفظتك من السيارة، فظن الناس أنك تهرب وضربوك. أنت فاعل خير يا نادر، ورانيا فتاة كاذبة وكيدها عظيم. سلم خالد الحبوب لنادر واعدا إياه بأن البراءة أصبحت في الجيب. عاد خالد إلى مكتب سليمان شوكت ليجد في انتظاره قضية من نوع آخر، رجل أعمال ثري وابنه المستهتر أيمن الذي سحب بضاعة بودر من تاجر مخدرات خطير يدعى تنجاري بقيمة 200,000 دولار ولم يسدد. الأب كان يرتعد خوفا من تهديدات تنجاري، وسليمان شوكت ترك الدفة بالكامل لخالد. بمنتهى الهدوء جلس خالد أمامهم وقال للأب: ستدفع 20,000 دولار الفائدة فورا، ليس لأنهم على حق، بل لأنك تشتري عمر ابنك. تنجاري رجل غميق ولا يرحم. استسلم الأب ووافق على الدفع. بعد انصرافهم سأل سليمان خالد باستغراب: هل تعرف تنجاري حقا يا خالد؟ فرد خالد بابتسامة غامضة: والله يا سيادة المستشار، لا سمعت عنه ولا أعرفه. ضحك سليمان وأثنى على دهاء خالد الذي يستخدم الخوف كسلاح قانوني فعال. في زاوية أخرى من المدينة كانت ليلى المحامية الشابة تتابع أخبار خالد في إحدى المجلات النسائية. ليلى التي يبدو أنها تحمل في قلبها جرحا قديما من حبيب الكلية خالد الفرنساوي. التقطت صورة لشاشتها سكرين شوت لصوره، وعيناها تلمعان بمزيج من الحنين والغضب، وكأنها تستعد لمواجهة لم يحن وقتها بعد. أما خالد فقد انتقل لمقابلة المذيعة مشيرة، صاحبة برنامج حكاوي مع مشيرة التي ظنت أنها تستطيع إحراج خالد بأسئلتها الفلسفية عن الأكل والجوع، وجدت نفسها أمام جدار من المعلومات الصادمة. أخبرها خالد عن تاريخ ميلادها وعن زواج المصلحة التي تعيشه مع زوجها، وكيف أن حياتهما مجرد تمثيلية اجتماعية. انهارت مشيرة واعترفت بأنها مهددة بالابتزاز من شاب ادعى أنه إيطالي، وقضت معه ليلة، وتبين أنه مصري يطلب مبالغ طائلة. سألت بخوف: ما الحل القانوني؟ هنا أطلق خالد فلسفته الشهيرة: القانون يا ست مشيرة خط مستقيم عند الناس العاديين، أما أنا فأراه دائرة. أنا أقف خارج هذه الدائرة تماما، وموقعك أنت في هذه الدائرة هو ما سيحدد إذا كنت على حق أو على باطل. سأجد لك المخرج، لكن الثمن سيكون غاليا. وفي مشهد الختام نرى خالد يتوجه لمنزل رانيا، يخلصها من حصار الصحفيين الذين استأجرهم هو بنفسه ليصنعوا ضغطا عليها. يدخل معها في مواجهة باردة، تطلب رانيا منه أن يجبره نادر على الزواج كتعويض، لكن خالدا يحطم كبريائها: نحن لا نبيع الجواز ولا نعطي أموالا، خذي ما أعرضه عليك الآن أو اطلعي من المولد بلا حمص. تركها خالد وغادر ليعطي الصحفيين المزيفين أتعابهم، ويمضي في ليله الطويل كاشفا أن كل ما نراه من عدالة ما هو إلا مسرحية كبيرة يحرك خيوطها خالد الفرنساوي. كانت مشيرة تجلس أمام خالد الفرنسوي، وعيناها تلمعان بمزيج من التوتر والإعجاب الخفي. نبرة صوتها كانت تهتجف وهي تعترف له بضعفها: أنا لا أعرف ماذا أفعل يا خالد، يمكنني أن أعطيه المال الذي طلبه، لكنني خائفة أن يستمر في استنزافي، ولو حاولت الضغط عليه أخاف أن ينتقم وينشر ذلك الفيديو الذي صوره لي. نظر إليها خالد بهدوء الواثق، ذلك الهدوء الذي يستفز الخصوم ويطمئن الحلفاء، وقال لها بلهجة حاسمة: اسمعي جيدا، سأهتم أنا بكل شيء، ستعطينني المال وتتركين لي المهمة. سأبحث له عن مصيبة تليق بمقاسه، ألبسها له، ثم نقول له وداعا وإلى الأبد. وقبل أن يغادر مد يده بكرت مكتبه وقال: هذا كرتي، كلميني فورا في أي وقت. غادر خالد المكان تاركا مشيرة غارقة في التفكير، ليس فقط في قضيتها، بل في هذا الرجل الذي يبدو وكأنه يملك مفاتيح كل الأبواب المغلقة. انطلق خالد بعد ذلك ليبدأ تحركاته الخفية، وكانت محطته الأولى هي لقاء دومة ليس مجرد شخص عادي، بل هو الدليفري الخاص بخالد، الرجل الذي يقضي له المهام المستحيلة، من تواصل مع رجال تنجاري إلى التلاعب بأوراق الطب الشرعي وتنسيق الملفات الحساسة.
سلم خالد لدوما ورقة مكتوب فيها قائمة بطلباته الجديدة، وكالعادة طلب خالد مقابلة الديب، ذلك الشخص الغامض الذي يحرك خيوطا كثيرة من خلف الستار. وكالعادة أيضا رد دوما برفض قاطع: أنت تعلم يا خالد أنه لا يمكن مقابلة الديب. انطلق دوما بموتوسيكله نحو مكان غريب الأطوار، متاهة لا يدخلها إلا من يعرف أسرارها. هناك نادى دومة على كلب ضخم، بدأ الكلب يشمشمه حتى تعرف عليه، ليقوده عبر ممرات معقدة لا يخرج منها الغريب حياً. وصل دوما أخيراً إلى الديب وسلمه ورقة خالد. قرأ الديب الورقة ونظر إلى دومة قائلاً: خالد الفرنسوي، هذا الرجل نامس ذكي جداً، أقضي له ما يريد، لكن اجعل الثمن مضاعفاً هذه المرة، أريد الدبل. بينما كانت خيوط المؤامرة تحاك، نذهب إلى عالم سندس، المرأة التي تقرأ الفنجان وتعرف خبايا النفوس. كانت سندس تجلس مع إحدى زبائنها وتقول لها بدهشة مصطنعة: يا ساتر، زوجك متزوج عليك منذ 2 أنت بحاجة لمعرفة كل قراراته، لكن عودي لي بعد 2 أسبوع حتى أقرأ لك الفنجان بعمق. كانت سندس تنهي الجلسة بسرعة لأنها لمحت خالد الفرنسوي واقفاً بالخارج. سندس ليست أماً لخالد بالدم، لكنها أمه الروحية. استقبلته بعتاب دافئ: 2 أسبوع يا خالد لم تسأل عني؟ هل عدت حقاً للعمل مع سليمان شوكت؟ حاول خالد تبرير موقفه بأنها فترة مؤقتة، لكن سندس بخبرته قالت له: قلت لي فترة مؤقتة وسأفتح مكتبي الخاص وأخذك معي. سليمان لن يتركك تخرج من تحت عباءته بسهولة، لقد كبرت بجانبه وكبر هو بك. ثم أعدت له فنجان قهوة لتقرأ له طالعة، وقالت له وهي تتنهد: سأترك هذه المدينة وأذهب للمنصورة، لقد تعبت من هذه العيشة. ثم صمتت وهي تنظر للفنجان. هناك عيون كبيرة تترصد لك يا خالد. ضحك خالد قائلا: هذا خير يا سندس، أنا لا أدخل قضية إلا وأنت تقرأين للفنجان، وكأنني أحصل على النتيجة من الكنترول. في اليوم التالي وصل دوما إلى مكتب المحاماة بزي دليفري بيتزا، لكن علبة البيتزا لم تكن تحوي طعاما، بل الأوراق المزورة والملفات التي طلبها خالد. دفع خالد الثمن مضاعفا كما طلب الديب، ممتعضا من هذا الاستغلال، لكنه كان يدرك أن الورق يستحق. توجه خالد للمحكمة ليدافع عن نادر، وببراعته المعهودة استعرض التقارير الطبية التي تثبت مرض نادر للمزعوم، وأكد أن رانيا لم تظهر عليها آثار مقاومة، مما يعني أن الواقعة لم تكن كما ادعت. اقتنع القاضي وأمر بإخلاء سبيل نادر بضمان محل إقامته. خرج نادر وهو لا يصدق، يسأل خالد: يعني أنا مريض حقا؟ رد خالد بسخرية: مريض على الورق فقط، تفضل يا بني. في هذه الأثناء كان خالد قد اكتشف الحقيقة وراء اختطاف أيمن. لم يكن هناك تنجاري ولا عصابة، بل كانت تمثيلية صنعها أيمن مع أصحابه ليسرقوا من والده 20,000 دولار. قمشهم خالد جميعا، وأخذ أيمن وسحبه من أذنه إلى والده، وحكى لسليمان شوكت القصة كاملة. شحن الولد لأبيه وقال: نحن قمنا بواجبنا، والآن 15% وال20,000 دولار أصبحت حلالا علينا. سليمان الذي كان قد جهز لشهادة دكتوراه مبروزة لخالد كنوع من الترحيب قدمها له بفخر، لكن خالد الذي لا يشرب ولا يدخن وينام مبكرا شكر سليمان وهم بالرحيل. عند خروجه وجد خالد ليلى في انتظاره. لم يكن لقاؤهما صدفة، بل كانت تتقصى أثره. قالت له بصدق: أنا لم آتي صدفة، أنا أعرف مكانك وجئت لأطلب منك اعتذارا. ذهل خالد: اعتذار على ماذا؟ على أن أهلك رفضوني؟ ردت ليلى بمرارة: لأن كل شيء في حياتي أصبح خطأ منذ أن تركنا بعضنا، حياتي تدمرت. سألها خالد ببرود: هل أنت جائعة؟ وانطلق في سيارته. أخبرته ليلى أنها رأت صورته في المجلة وشعرت بالفخر، وسألته: أليس من حقي أن أفتخر بك؟ توجهوا لتناول برجر بالطحينة كما في أيام الكلية، وجلسوا على سلم الكلية يستعيدون الذكريات. هناك انفجر خالد بالصدق: أنا لم أكذب يا ليلى، أنا تقدمت لك أكثر من مرة ترفضت بسبب حقيقة لم تكن تهمك، لكنها كانت تهم والدك. والدي ووالدتي مات بسبب الخيانة. والدي اكتشف خيانة والدتي في عام 92 فقتلها وهرب إلى القاهرة. لم أعرف عنه شيئا حتى رأيت اسمه في وفيات زلزال 95. أكمل خالد بغصة: حلمي في النيابة تبخر، لأن والدي كان محكوما عليه بجناية، ووالدك عندما ذهبت إليه وضع ملف قضية والدي في وجهه ورفضني. حاولت مقابلته 1000 مرة ولم يقبل. صلمت ليلى، فهي لم تكن تعرف شيئا من هذا، وقالت بدموع: بابا لم يحكي لي شيئا، أنا حقا ظلمتك، لكن حياتي الآن مدمرة. سألها خالد: لماذا بحثت عني الآن؟ ردت بخوف: لأنني خائفة من زوجي يوسف. بينما كان خالد وليلى يجلسان على سلم الكلية، وكانت ليلى قد غفت من التعب على كتف خالد في لحظة ضعف إنسانية، كان هناك عدو يراقب في صمت.
السواق الخاص بليلى التقط له ماسورة في هذا الوضع وأرسلها فورا إلى زوجها يوسف الرجل الذي يبدو عليه الإجرام والسطوة لم يتحدث. أخذ الصورة وتمخمخ فيها بغضب مكتوم، ثم قام بتصفية حسابه مع السواق بطريقة وحشية، فقد ظهر لاحقا بقميص ملوث بالدماء. عادت ليلى إلى منزلها وكأن شيئا لم يكن، حاولت التظاهر بالهدوء، فسألت يوسف: متى جئت؟ رد عليها بنبرة أرعبتها: يلا نطلع ننام. لاحظت ليلى بقع الدماء على قميصه فشعرت برعب يسري في جسدها، لكنها لم تجرؤ على السؤال. انصاعت لأمره وصعدت معه، بينما كانت كلمات سندس ترن في أذن خالد: هناك عيون كبيرة مترصدة لك.